السلام عليكم. اليوم شرحنا عن هذه اللعبة الجميلة. طبعا أنا ما مصور سابقا ولا فيديو على هاي اللعبة ولا على أي لعبة، فأرجو المعذرة إذا كانت عندي فد أخطاء أو فد شي ثاني، وانتظروني بفيديوهات أفضل. طبعا أنا هاي اللعبة ما صارف عليها ولا دولار واحد، لو صارف عليها كان طولي ناتاليا بلاش. في اي بي، هذا الفي اي بي اللي عندي. شلون تطور الفي اي بي مالتك؟ تجي على علامة الزائد، تنقر عليها، تشتري يوميا نقاط خبرة. خوش حكي. منين تشتريهم؟ تدخل على مقر التحالف. دخلت على مقر التحالف على المتجر، هذا مكانها، تلقاها يوميا موجودة هنا، او تلقاها هنا. أنا تمام. انا ما مشتريها اليوم، اول مرة اشتريها صراحة، وما مشتغل عليها لان انا منزل اللعبة على الويب. زين، الابطال اللي عندي، شوفون الابطال اللي عندي كلها 56 52 49 48 ذول اللي استخدمهم اول خمسة. مثلا دخلنا على مولي هساني اقدر ارقيها واوصلها تقريبا لل60. تمام. لكن انا جاي بجمع حتى كل اول خمسة ابطال اللي عندي كلهم اوصلهم لل60، والبقية كلها مخليها معسكر التدريب حتى يصعدون، وبدون ما اتعب وبدون ما ارقيهم اجي هنا اضيفهم مقر التدريب. فشي حلو. زين، شلون تتطور بهاي اللعبة؟ شلون تقوي جيشك؟ هسه انا جيشي 5 ملايين، بس متأكد اذا ضفت له الموارد اللي عندي لا اعتقد اللي يتجاوز 7 ملايين. وان شاء الله بعد 10 ايام انزل فيديو اللي راح اصدمكم بقوة جيشي. تمام، اصدمكم بقوة جيشي. زين، بيكم ما تدخل على مركز الابحاث، تطلب بحث، تجي وين تريد؟ عن النمو، على الاقتصاد، على المعركة. تطور لي ذن الاثنين. اذا طورت المعركة انت حتى فد القوة اللي عندك بجيشك اللي تبقى تتطور، هاي وحدة. ودوم تبقى وين؟ تدرب معسكرات المشاط. دوم تجي من هنا تنطي تدريب. هسه انا منطي تدريب، تنطي تدريب. زين، هاي اللعبة تقييمنا لها انه فد لعبة اللي كلش حلوة ولها فد مستقبل كلش حلو. زين، جواهرك وين تصرفها؟ الجواهر مالتك اذا تريد تصرفها، جواهرك تصرفها على العجلة، غير العجلة لا تصرفها. تمام، تصرفها على العجلة لان حظ العجلة افضل. خوش حكي. بس انا عندي 27,000 جوهرة، يعني مو فد شي اللي عالي حكي. او اذا اريد اني هسه انا كنيتي ما اصرفها على العجله صراحه، انا نيتي بيها فد شي ثاني، بس انت اصرفها على العجله افضل لك. تمام. مثلا الاكل مالتك مال المطبخ، مثلا الانتاج اليوم شنو انا عندي؟ الانتاج وجبه فاخره، خليها وجبه مغذيه، لان مو دوم تتكرر نفس الوجبه. اذا دوم تتكرر نفس الوجبه شي مو حلو. بيكم ما تطور من منجم الحديد او منجم الفحم حتى ما تحتاج. زين، هسه انا عندي لحوم 25 مليون، خشب 30 مليون او 31 مليون تقريبا، فحم 12 مليون، حديد 3 مليون و300. زين، ايش قد انا عندي حقيقة عندي هذا المجموع كله، هذا كلش هو، يعني كلش هو. زين، هسه انا مثلا حجر الاحتراق عندي 22. يا ترى هل اقدر ارقي لي 23؟ نعم اقدر، لكن انا ما مرقي تقريبا صار لي بال4 ايام او 5. مش حكي انا ما مرقي. زين، شلون تشتغل على قريتك؟ انا اقول لك لا تروح وترقوا هاي السوالف، اني جاي اسوي غير شغله صراحه. انت اذا تريد تصعد وتتطور بسرعه تجي على حجر الاحتراق، تنطي ترقيه، انطيته ترقيه. وش حكي؟ انطيته ترقيه، ايش راح يطلع؟ مثلا يترقى من المستوى 10 ل 11، راح يطلب منك ترقي فد حاجات. انت كل اللي يطلبهن انت رقيهن وارجع رقيهن وارجع رقي. هنا قريتك راح تقوى وتصير فد شيء اقوى، وكل الاشياء اللي عندك راح تترقى بواسطه حجر الاحتراق، لان هو اللي راح يطلب منك. وش حكي؟ اكو فد اشياء حلوه، عناصر تسريع، الدخل، يعني فد اشياء اللي هي كلش حلوه. فاني اتمنى لكم وناسة جيدة، وهذا أول فيديو إلي أنشره. أرجو المعذرة وأرجو الإطالة عليكم، وإن شاء الله استمتعتوا وياني. طبعا بقت شيء صندوق الاقتراحات، دوم رد علي فد شيء حلو. صندوق الاقتراحات تريد تدخل لك فد تحالف هم ادخل عادي، فد شيء طبيعي. بعد شنو الساحة العبها،